95% من الناس مروا بموقف محرج بسبب سؤال كان ممكن يستنوا بس 5 ثواني ويعرفوا إجابته، وده معناه إنك مش لوحدك. طب ويا ترى ده اللي بيحصل؟ وليه بنسأل أسئلة ممكن بسببها نخسر احترامنا قدام الناس؟ خليني أقولك في بداية الموضوع إن العقل البشري مصمم إن هو يدور على أقصر طريق لحل المشاكل، فبدل ما بنفكر في إجابة السؤال أو إجابة الحاجة اللي إحنا عايزينها بنختصر الموضوع ونروح نسأل حد تاني. المشكلة بتكون إن السؤال إجابته واضحة جدا، هو الفكرة بس إن إحنا لو استنينا شوية، استنينا فقط 5 ثواني، هنلاقي إن الموضوع بسيط جدا، ولكن إحنا بنختصر الطريق. خليني أقول لك مثال بسيط. مرة كنت في الجامعة في محاضرة معينة، سألت الدكتور سؤال إجابته كانت في الجملة اللي بعدها على طول، فتخيل أنت بقى رد الفعل. كل اللي في القاعة بصوا ليا نظرات غريبة جدا، حتى الدكتور استنى لحظات وترني وحسيت ان انا قلت حاجة غلط، وبعدها رد قال لي كنت ممكن تستنى 5 ثواني بس وهتعرف الإجابة. فليه نحط نفسنا في موقف زي ده؟ وكمان خليني اقول لك انك لما بتسأل أسئلة متسرعة او سطحية ده بيأثر على صورتك قدام الناس، سواء صحابك، سواء في الشغل، سواء في الجامعة، او كل ده. الدكتور مصطفى محمود قال تفكيرك بضع ثواني قد يغنيك عن سؤال يظهرك أقل ذكاء مما أنت عليه. الفكرة مش إن السؤال ده بيسبب إحراجك بس، ولكن ده بيدي انطباع للي قدامك أو لأي حد بيتكلم معاك إنك مش مركز، وكمان إنك بتعتمد على تفكير غيرك. خلينا أضرب لك 3 أمثلة في الشغل، في الجامعة، أو حتى في الحياة الاجتماعية. في الشغل مثلا لو سألت سؤال لمديرك الإجابة بتاعته كانت في الإيميل، ده بيدي انطباع إن أنت مهمل ومش بتركز في الحاجة اللي بتعملها. مثلا خلينا أقول في الجامعة، لو أنت سألت سؤال للدكتور وهو واضح على الشاشة ده بيدل إنك مش مركز. خلينا مثلا أقول لك لما حد يحكي في الحالة الاجتماعية، لما حد يجي يحكي لك قصة أو رواية وأنت قطعت الحديث بتاعه، والإجابة بتاعت السؤال اللي أنت سألته كانت يعني يا دوبك في الجملة اللي لسه هتطلع من على لسانه، ده بيدي إن أنت مش مستمع كويس. طب خليني أقول لك بقى إزاي نتجنب موقف محرج زي ده. هنتبع قاعدة ال10 ثواني. إيه هم ال10 ثواني دول؟ قبل ما تسأل سؤال لأي حد اسأل نفسك الأول في ال10 ثواني دول الأسئلة دي: هل السؤال قدامي بس محتاج شوية تركيز مني؟ هل السؤال منطقي ولا هيبين إن أنا مش مركز؟ تالت حاجة أو تالت سؤال المفروض تسأله لنفسك: هل ممكن أقدر أبحث عن الإجابة بنفسي قبل ما أسأل؟ خليني أقول برضو إن إحنا ممكن نستخدم مهارة البحث، زي مثلا إن إحنا نسأل جوجل، أو نسأل في العصر اللي إحنا فيه ده برضو في حاجات مميزة كتير جدا عن جوجل، شات جي بي تي، أو حاجات كتير ممكن نسأل الأسئلة اللي خطرت على بالنا، أكيد هنلاقي إجابة أفضل وأحسن كمان لما بنسأل حد بنحرج نفسنا. ممكن برضو نستخدم إن إحنا نركز على التفاصيل، نراجع الشات، نراجع المحاضرة، نراجع الحاجة قبل ما نسأل السؤال. وفي الختام أحب أقول لك إن السؤال مش عيب، السؤال أصلا جزء من التعلم والتطور، ولكن إمتى تسأل السؤال وإمتى تسأل سؤال ذكي ومناسب للموقف اللي أنت فيه عشان ما تحرجش نفسك، وإزاي ما تكونش متسرع. وكمان في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسن السؤال نصف العلم. يعني قبل ما تسأل ركز أنت تسأل في إيه. في الختام أحب أقول لك إنك لازم شاركني في التعليقات مواقف محرجة حصلت معاك زي المواقف اللي احنا كنا بنحكي عنها النهاردة. وما تنساش تعمل لايك للفيديو، ولو وصلت لحد هنا في الفيديو ما تنساش تكتب في التعليقات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وما تنساش تشارك الفيديو مع صاحبك المتسرع، مع صاحبك اللي بيسأل أسئلة بتحرجه. وما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة، وتفعل زر الجرس عشان مواقف أو فيديوهات كتير وأفكار ومواضيع قوية جدا وكويسة هنتكلم عنها في الفيديوهات الجاية. سلام.